قبل أن نغوص في خفايا اغتيال إسماعيل هنية رحمه الله، علينا أن نبسط بعض النقاط التي قد تتحكم في خطنا التحريري وتكون أساسا للتحليل والاستنتاج. بداية، فلنتفق أن الغريق يتشبث بقشة، وأن حال الأمة اليوم يندرج في هذا المثل، سواء في المستضعفين الذين تطالهم يد التنكيل في غزة وفلسطين، أو في من يحمل ذرة خير في قلبه ولم يقدر على فعل شيء. جميعهم يستشعر حال السنة السياسي الذي اندثر، وعاينا اندثاره بعد الاجتياح البري للجيش الإسرائيلي إثر طوفان الأقصى، وحتى الشعار العربي أو العروبي الذي كان يتغنى به سابقا أصبح لا يغازل أحدا حيث فرغ تماما من محتواه. حال هكذا أمة سوف يجعلها تقبل المعونة حتى من عدوها الأزلي. نحن نبسط أفكارا ربما كانت حرية بالقبول إذا أخذناها بالحتمية التاريخية، وأن التاريخ يعيد نفسه، وربما ستكون قابلة للنقاش أو حتى التفنيد إذا ما أخذنا بأن لكل فترة زمنية قواعدها ومعطياتها. لكن باب التحليل لا يبنى على الاستثناءات التي ننتظر ورودها، وسيكون المستقبل القريب كفيلا بذلك، ولكن بالنظر إلى أساليب البناء الفكري الأكثر منطقية. نقول: في كل الحروب هنالك حرب معلنة وأخرى خفية، هنالك مدافع كلامية وحقيقية يتداولها الإعلام، وهنالك استخبارات وحوارات عميقة معقدة ومركبة لا يتم نشرها، وهي عكس المعلن، وتلك علة إخفائها وسبب اكتسائها صبغة مخابراتية. هذا يسري على الجميع، ومن باب أولى هو جار على أسياد الغدر والمكر والتدبير في الظلام، وهما اليهود والشيعة. علاقة الشيعة باليهود علاقة تاريخية انطلقت مع من انبثق منهم فكر الروافض، وهم الفرس مع اليهود منذ 2700 سنة. أما علاقة الشيعة مع السنة فهي تبنى على العداوة والحروب والنزاعات، فهم من قتلوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهم من بطشوا بالمسلمين في كل مكان إذا حكموا، كما فعلت الدولة الفاطمية بمسلمي شمال إفريقيا، أو ما فعلته الدولة الصفوية من مجازر في العراق، وغير ذلك كثير. ليس هنالك من نهجه المؤامرات مثل اليهود، فهم لا يدخرون جهدا للتنسيق مع أصدقائهم وأعدائهم في كل العالم لتحقيق أهدافهم القريبة والبعيدة، فما استقروا وجعلوا لهم جذورا في أرض غيرهم إلا بحبك المؤامرات والخطط التي لم تنطلق من اليوم. فهم الذين قتلوا يحيى وزكريا عليهما السلام، وهم الذين حاولوا اغتيال عيسى عليه السلام، وهم الذين سمموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرادوا تصفيته في المدينة بخطة أفشلها وحي من الله. كان مقتل إسماعيل هنية سيكون أقل غموضا إذا كان في مقر يقيم فيه منذ مدة، ولكن جاء الاغتيال في زيارة الفقيد إلى طهران للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستوري للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمام البرلمان، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها السلطات، مع توافد مسؤولين من نحو 80 دولة تقريبا إلى العاصمة الإيرانية. هذه الإجراءات الأمنية يجب أن تكون صارمة وشديدة لأكثر الضيوف جدلا وحيوية في الفترة الأخيرة، وهو رئيس حركة حماس التي هي في حرب حالية مع أشد الدول عداء في العالم، وهي إسرائيل، التي تدعمها أقوى دولة في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية. سوف يكون أمر تنقل مثل إسماعيل هنية تحت رقابة وحراسة مشددة، وهذا سيكون أكثر صرامة في إيوائه. المخابرات الإيرانية متطورة جدا، ويمكنها حماية قيادات وشخصيات ذات شأن، خاصة من الاختراق الحيني، أي أن الرجل لم يقم في البيت الذي اغتيل فيه منذ فترة، بل هو مخصص لإيوائه في زيارته فقط، وقيل أنه في زيارات سابقة كان يقيم فيه أيضا. والحماية يجب أن تكون أمنية من الاختراق، وعسكرية بوجود دفاعات جوية تحمي الأماكن الحساسة من مثل هذه الهجومات. ومن المعروف أن إيران تمتلك دفاعات جوية روسية متطورة من طراز آس 300 تم تطويرها ردا على التهديدات الأمريكية والإسرائيلية القديمة لبرنامجها النووي السري. ومن الغريب أن يمر جسم غريب دون رصده في يوم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.
وأما الفرضية التي تناولتها صحيفة نيويورك تايمز والتي مفادها أن الاغتيال كان بعبوة ناسفة تم إخفاؤها قبل شهرين تقريبا في دار الضيافة وتم تفجيرها عن بعد بمجرد علمهم بتواجد إسماعيل هنية داخل الغرفة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين من الشرق الأوسط قولهم أن هنية الذي كان يرأس المكتب السياسي لحماس في قطر أقام في بيت الضيافة عدة مرات في أثناء زيارته لطهران، وهذا ما يثير الريبة. فلماذا لم يتغير مكان إقامته نظرا للتطورات التي شهدها العداء مع دولة إسرائيل بعد 7 أكتوبر لسنة 2023؟ هنالك أمور أخرى تبدو غريبة شيئا ما. حسب وكالتي تسنيم وفارس التابعتين للحرس الثوري الإيراني أن إسماعيل هنية كان يقيم في أحد الأماكن المخصصة للمحاربين القدامى في شمال طهران، وهذا ما تؤيده تغريدات بعض الإيرانيين الذين سمعوا انفجارا قويا غرب طهران، في إشارة إلى المنطقة التي تنتشر فيها مواقع سكنية خاضعة للحرس الثوري ويقيم فيها عدد من قيادات وعناصر جماعات مسلحة مرتبطة بطهران. وهذا يعني أن المقر الذي جعل لاستضافة زعيم حركة حماس ربما كان معلوما من قبل العديد من الشخصيات الوازنة والمتغلغلة في أجهزة الدولة الإيرانية، مما يجعل خطر تسريب المعلومة واردا وممكنا، خاصة لدقة الاستهداف، حيث لم يكن رئيس حركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة الذي كان يقيم في طابق آخر هدفا للهجوم، فالمعلومة كانت دقيقة ولم تستهدف غيره، في إشارة دفينة من الفاعل على دقة الهدف التي قد ترمي فتنا في مرمى أطراف أخرى وتبعد الفاعل الحقيقي الذي كان من مصلحته جعل الهجوم شاملا ليجد ثغرات أمام المحاكم الدولية مستقبلا. احتمال المؤامرة وتسريب مكان إسماعيل هنية قد يتنذر سامع من طرحه، ولكن هذا من التداعيات الضرورية والطبيعية التي يجب طرحها وإثارتها، فغض الطرف عن ذلك يعد غباء، بل وسوف يكون حرجا لمن لم يثره. وهذا ما طرحه المتحدث باسم البرلمان الإيراني باستعماله كلمة عملائهم عندما قال: سيتلقى المسؤولون عن هذا الحدث وعملائهم ردا على شرورهم وجرائمهم. أو ما قاله عضو البرلمان الإيراني النائب حسين علي حاجي ليغاني: إن هنالك احتمال تورط أفراد متسللين في تسريب مكان إقامة ضيوف حفل تنصيب الرئيس بمن فيهم هنية في طهران. شبهة التسريب حتمية، لكن إعازها لطرف رسمي أو عنصر اختراق هذا هو الأمر الخفي. هذه العملية سوف تكون مغرية لمن أعان اليهود فيها، لأن نتنياهو أرهقته معارضة العديد من السياسيين في إسرائيل وعائلات الأسر لإجراء صفقة تنهي الحرب، وهو ما لا يريده، وسوف يبذل أموالا وامتيازات ومصالح طائلة عبر أعوانه لتحقيق هدف يعتبر نجاحا ويعرقل تقدم المفاوضات، ويرمي الكرة في ملعب حماس التي سيأتي الرفض منها. وهذا ما صدر عن نائب الحركة خليل الحية الذي قال: قبل أيام كنا قريبين من الاتفاق مع الكيان الصهيوني، لكن اغتيال هنية أنهى كل شيء. الحديث عن خيانة إيرانية لا يستدعي تورط الجهاز الرسمي ضرورة، فإيران بها عدة تيارات تختلف وتتنازع منذ القديم، وهي تكيد لبعضها البعض، وتختلف رؤيتها للدولة الإيرانية، وتتباين علاقاتها الإقليمية والدولية. هذه العملية بصورتها الإنشائية تعتبر أخطر حتى من بشاعتها المشهودة بعين من شهد الانفجار، فرئيس أكبر حركة مقاومة لإسرائيل يقدم دمه هدية للشعب الإسرائيلي يوم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، وفي التراب الإيراني، أمر تصعب قراءته، لكن الزمن كفيل بذلك فقط. لمن يؤسس معلوماته ومعتقداته على ما يصدر في الإعلام متجردا من عقله، مستسلما لعاطفته التي تبحث عن بطل فقده في من ظن أنهم يمثلونه، ورأى أنهم الشيعة فحسبهم إخوانه، أن العديد من الإيرانيين رحب واحتفل بالانتقام الإسرائيلي للهجوم الإيراني في 13 من إبريل، لدرجة أن النظام اضطر إلى إصدار تحذير يهدد باعتقال أي شخص يتم ضبطه وهو يدافع عن إسرائيل أو ينتقد الحرس الثوري الإيراني عبر الإنترنت.